تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاصدقاء والصديقات، مساء الخير. ماشي من عادتي انني كنشر فيديوهات ديالي وانا كنتكلم فيهم، لان اي حاجه بغيت نقولها وبغيت نعبر عليها فانا دائما كنفضل انني نعبر عليها كتابه. ولكن هذا الفيديو بغيت ننشره لانه اقتضى الامر انني نجاوب من خلاله على اوديو اللي توصلت به من عند السي سعيد الناصيري، المخرج والكاتب والمنتج ديال فيلم نايضة. توصلت برسالة صوتية من عنده وجهها لي انا عن طريق الصديق الناقد السي فؤاد سويبة. كان ممكن انه في الحقيقه سي سعيد الناصيري يتواصل معايا مباشره يتكلم معايا، والكلام اللي كان باغي يقوله يمكن يقولوا لي انا مباشره مادام انني انا هو اللي معني بالامر. ولكن هو قال بانه لو كان عنده الرقم ديالي كان غادي يتصل بيا، علما انه الرقم ديالي متوفر وكاين حتى عند السي فؤاد سويبة، وبالتالي كان ممكن انه ياخذ النمره ديالي من عند السي فؤاد ويتصل بيا مباشره بلا ما يحرج السي فؤاد سويبة. يحرجو غادي يصدق هو الوسيط بيني وبينه، ويضطر السي فؤاد سويبة انه في الرساله اللي توصلت من عنده يقول لي، واللي هي ها هي عندي، كيقول لي فيها: صباح الخير سي احمد، اخترت ان اشاركك هذه الرساله الصوتيه لسعيد الناصيري على مضض، يعني انه محروج، وليس من شيمي ولا أخلاقي أن أتعرض لأصدقائي بسوء مهما كلفت قيمة حرية التعبير من ضريبة. في الحقيقة أنه حرية التعبير هي مضمونة وإحنا كاملين يعني في القيم ديالنا كندافعوا عليها، والحرية ديال التعبير هي أساسا تنبني على النقد، يعني نمارسوا النقد. ولكن النقد ليس هو السب والشتم والقذف والتشهير، انما هو اعطاء وجهات النظر وترويج اخبار على اساس الا تكون اخبارا كاذبه وزائفه وتكون مؤسسه ومبنيه على ادله. انا بالنسبه لي قبل ما نجاوب على هذا الاوديو يعني بغيت الاصدقاء والصديقات انهم يسمعوا الرساله الصوتيه اللي توصلت بها من عند السي سعيد الناصيري اللي كيقول فيها ما يلي: السلام عليكم سي سويبة، لاباس عليك؟ معك اخوك سعيد الناصيري. انا غير جالس مع سي الياقوتي لاننا نوجه واحد الشكر للجمهور المغربي وجبدناك وقلت له راه سي سويبة صديق ديالي ومحترم، وبحال هذا بغيت غير الا كنتي كتعرف هذاك السي الضافيري الذي يعتبر نفسه ناقدا سينمائيا، ولكن للاسف الشديد هذا السيد الا كان كيفهم في السينما وكيقول بانه دير اعلان بلا ما يعيط بلا ما يتحرى بلا ما يعرف بان الفيلم راه دخل 470 مليون في القاعات السينمائيه، خاصو يعرف بان هذيك 470 مليون راه ما تياخذهاش المنتج كلها، هذيك 470 راه فيها 70 ولا 75% اللي كياخذها غير الموزع والقاعات ديال السينما، ويمكن له يمشي هو انه يشوفها ويعرفها. ثانيا ان ديك 30% ولا 25% اللي كتبقى للمنتج، وللاسف هادشي اللي كنضربوا عليه حنا باش يوليو القاعات ما ياخذوش اكثر من 55%. الدوله كياخذوا دابا 55% في السيمانه الاولى وكياخذوا 45 في السيمانه الثانيه وكياخذوا 30 سميتو 65 في السيمانه الثانيه وكيبداو ياخذوا 5 يوصلوا 75%، يعني كتبقى ما كتبقاش حتى 4 ريال هذاك الفنان. اضافه ان ديك 35% 25% اللي كتبقى للمنتج فيها تيفيا وفيها ضرائب اخرى، لان كيدفع على السوسيتي ديالو فيها لياس وفيها لي جي ار. باش يفهم هو شويه، باش الا بدا يهضر ولا هذا يفهم. انا ما عنديش التليفون ديالو ما نجاوبو لانني انا نحترم النقاد، ولكن هذا لا اعتبره نقد لانه لا يفهم. فاذا كانت عنده الله يرضي عليك الا كتعرفوا قولها لي، الا كانت عندك الجرأه يقول هذا الشيء وينزلو ويصحح الخطا. هذه
كرامه ديال الناقد السينمائي وكيعتبر نفسه مثقف. كذلك حنا عمرنا ما قلنا بان الفيلم ما نزلش القاعات ديال السينما، لان السينما ما كتحكمش فيها لا السي سي ام ولا بتاع السينما ديال ماليها، وهي الوحيد المنفذ الوحيد اللي باقي حنا كنقدروا نحطوا فيه افلامنا. وثانيا حنا قلنا ان الفيلم لم ينال دعم لا قبل ولا بعد الانتاج، لان حطيناه وما خديناش، عاود حطيناه وما خديناه، وعاود حطيناه ثاني بعد الانتاج وما خديناه. فهذا الشيء كان خصو يتحرى ويكون هو من جهتنا. فلا واحد ينتقد ما كاينش مشكل، ولكن باش ينتقد واحد البلده فهذا. فعاود كنتمنى انك تصيفط لي هاد، الا كتعرفوا صيفط لي هاد الاوديو ديالي باش يسمعوه مزيان ويعرف باننا حنا راه اون سوبا بوغ لو ميم كوتي. الا عقلتي نهار ضربنا على المديريه ديال سميتو ديال السي سي ام، راه بقينا غير حنا شي 5 ولا 6 الناس منهم انت وانا اللي كنا عندنا الوسائل باش نديروا السي سي ام. ومن بعد راك شفتي شنو وقع، وجا سميتو جا الفاسي الفيري وجا. فلهذا هذا الناقد هذا راه ليس بناقد ولا يفهم شيء ولا يفقه في السينما شيء. ولا كانت عنده الجرأه والكرامه وعنده احساس بانه مثقف، تكون عنده القوه انه ينزل تكذيب لهذه المساله اللي نشر، لانه كيغلط الناس وكيكذب عليهم. وشكرا اخي السويبه، شكرا. هذه هي الرسالة الصوتية اللي توصلت بها مع السي سعيد الناصري عن طريق السي فؤاد السويبة. مهم، أنا بالنسبة لي عادي أنه السي سعيد الناصري يحس بأنه تقاص من التدوينة اللي كتبت ونشرتها البارح في الصفحة ديالي، يعني وكنقول تدوينة كتبتها ونشرتها في الصفحة ديالي، إذن أنا مسؤول فقط عما كتبته في تلك التدوينة التي أخذتها بعض المنابر الإعلامية ونشرتها ووضعت لها عناوين، وأنا لست مسؤولا عن العناوين التي وضعتها هذه المنابر الإعلامية. فيما يتعلق بدقة المعطيات والمعلومات التي نشرت في تدوينتي، والتي يمكن للسي سعيد الناصري أنه يطلب من أي واحد اللي معايا في الأصدقاء أو من الناس اللي كيتابعوا الصفحة ديالي ويدير ليها سكرين ويرسلها له باش يقراها مزيان ويفهمها ويستوعبها. فالتدوينة أنا ما كنقولش فيها بأنه خدام القاعات السينمائية 470 مليون، ما كنقولهاش. شنو كنقول أنا بالضبط؟ اللي كنقول هو ما يلي. عندي تدوينة غادي نرجع وغادي نشوفها هنا ونزيد نتأكد باش ما يدخليش الشك. غادي نلقى فيها هاد التدوينة اللي العنوان ديالها صحيح. كنقول الذين يروجون أن فيلم نايضة لسعيد الناصري تم منع عرضه في السينما والتلفزيون هم يروجون أخبارا غير صحيحة. أنا لم أقل بأن سعيد الناصري هو الذي قال أو روج بأنه ممنوع من السينما، وإنما أردت أن أصحح ما يروجه البعض. ثم فيما يتعلق بالمداخيل، أنا أعطيت تقرير صادر عن المركز السينمائي المغربي حول إيرادات الأفلام المغربية في القاعات السينمائية خلال سنة 2023، وقلت بأنه فيلم نايضة لسعيد الناصري احتل الرتبة الثالثة في شباك التذاكر، حيث شاهده 85,353 متفرج وحقق
452 مليون سنتيم و6666. ما قلتش 470، لان السي سعيد الناصري انت حساس بي التخصص ديالك قطاع بنكي، اذا خصنا نضبطوا الارقام مزيان. انا ما قلتش 470 مليون، قلت 452 مليون و6666 درهم. هادشي اللي قلت انا. ثم انا ما قلتش بانك السي سعيد الناصري انت خديتي هذا المبلغ كامل، ما كايناش في التدوينه، لانك كتهمني بالجهل وكتقول ما كنفهمش. المهم انا جاهل وما كنفهمش، بمعنى انني لا اتحرى وانما كنقوم بخلق المعلومات من تلقاء ذاتي. لا السي سعيد، انا كنعرف شي شويه في هذا الشيء ديال السينما، ولذلك فإلا رجعتي الشيء اللي كتبت شنو قلت؟ ان فيلم نايضة حقق 452 مليون سنتيم و6666 درهم من القاعات السينمائيه، وهو مبلغ سيأخذ قسطا منه سعيد الناصري بصفته منتج الفيلم بروديكتور، وسيأخذ منه قسطا أصحاب القاعات السينمائية بصفتهم مستغلين اكسبلواتون، وسيأخذ منه قسطا موزع الفيلم ديستريبيوتور. يعني الكلام اللي كنتي كتقولو دابا في هذه الرساله الصوتيه ديالك، بمعنى انه ماشي ما كنفهمش، انا كنفهم، انا كتبته نيت، كان خصك غير تطلع على ما كتبته، ولكن يبدو انك لم تطلع على ما كتبت. جا شي واحد وعاود لك وسمعتي وقال لك ها شنو قال واحد السيد الدافري، وبديتي نتايا كتهمني بانني انا ما كنفهمش، ولكن لو قريتي كنتي غتفهم بانني ما قلتش بان 452 مليون سنتيم و6666 خديتيها بوحدك، لا، قلت بانها موزعه على البروديكتور اللي هو انت، وعلى اصحاب القاعات السينمائيه وديستريبيوتور. انا ما بغيتش ندخل في التفاصيل ديال كل واحد شحال كيدي، لان العمليه ديال كل واحد شحال كيدي سي نيغوسيابل. كل منتج كيتفاوض مع الموزع ومع المستغلين وكيشوف شحال غادي ياخذ النسبه المئويه هو، وشحال المستغل ديال القاعه غياخذ، وشحال الموزع غياخذ. وانا ما عارفش التفاوض ديالك مع الموزع ومع اصحاب القاعات شحال النسبه بقات لك، ما عارفش، ما عنديش هذه المعلومات. اذا ما قلتهاش شنو قلت بان هذا المبلغ فهو كيتوزع عليكم بثلاثه، وانت كتهمني بانني انا ما كنفهمش، ما كنعرفش وجاهل، وكتهمني بانني هذه المعلومات ما عطيتهاش، وانا هذه المعلومات عطيتها. اذا انت ما قريتيش شنو كتبت. عاودوا لك، والناس ملي كيعاودوا، حنا في مجال ديال الاعلام كنقولوا بانه دائما الا بغيتي تعرف الخبر خصك تعرفه من الاصل، من المصدر، والمصدر هو انا. اذا انت كان خصك تهز التليفون وتتصل بيا وتقول لي اش هذيك المغالطات اللي قلتي، انا غادي نشرح لك ونقول لك لا، المغالطات ما كانش عندي مغالطات، وها هو النص، والتليفون ديالي في المتناول، واللي كيبغيني كيتصل بيا وكيقدر يوصل التليفون ديالي. انت قلتي بان انا جاهل وما كنعرفش. علاش؟ فقط حيت قلت بان انت خديتي 470 مليون، وانا ما قلتهاش. انا ما قلتش خديتي 470 مليون من القاعات السينمائيه، انا قلت بان الايرادات ديال الفيلم حسب الارقام الصادره عن تقرير ديال المركز السينمائي المغربي هي 452 مليون سنتيم و6666. كل واحد كياخذ قسط منها مكتوبه وبالوضوح، واي واحد اللي قاري غيقرا النص غادي يفهم هادشي. المهم ما عليناش، اتهمتيني بانني انا كذبت عليك وقلت بانك خديتي 470 مليون وانا ما قلتهاش. اذا اتهمتيني اتهاما باطلا، لان يمكن لك ترجع الشيء اللي كتبت، اي واحد من الاصدقاء ديالك، وحتى
السويبه راه هو معايا في الاصدقاء ديالي في اللائحه اللي معايا السي فؤاد السويبه. كيمكن له انه يحول لك الشيء اللي كتبت واطلع عليه وشوفه وغادي تعرف بانني انا ما قلتش شي حاجه عيب على الفيلم، علما ان الفيلم شفتو مع ولادي، شفتو مع واحد الحاجه، واحد المدام ديالي، وشفتو مع ولادي اللي ترباو من الصغر، ربيتهم على يمشيو يشوفوا الافلام المغربيه معايا في القاعات السينمائيه. فين ما كان شي فيلم ديالك كنمشيو كنشوفوه، ماشي غير ديالك، افلام ديال المخرجين والمنتجين المغاربه كاملين كنمشي نشوفوهم. هذيك هي المتعه ديالنا، كيكون اما ويكاند او عطله وكنمشيو يعني كنشوفوا الافلام وكنناقشوا الافلام. ومن بين المفارقات دابا في هذا النقاش هو ان عندي ولادي واحد منهم من المعجبين بك من الصغر وما كندخلوش في الذوق ديالو، انا كيبغيك كيتفرج فيك، هذاك الذوق ديالو. وما عمري انا حجرت له على الذوق ديالو، قلت له لا هذاك راه ماشي فنان وراه كي يقوم بعمليه ديال لي بلاجيا السطو على الافكار وعلى الافلام وعلى السيناريوهات ديال الاخرين. ما عمري قلتها له، لانه هو انت كتعجبو. اذا كنتي انت كتعجبو انا ما غادي يخلقليش شي ضرر. اذا كان ولدي انت كتعجبو اذا عادي. دابا المشكل هو انه ولدي اللي انت كتعجبو غادي يسمع واحد اللي هو الفان ديالو اللي هو سعيد ناصري كي يكون لباه بانه جاهل. دابا ولدي غادي يسمعك انت كتقول لي انني انا جاهل وما كنفهمش وما كنعرفش في السينما. ما غادي نبقاش نقول لك انا ندخل معك واش كنعرف في السينما او ما كنعرفش في السينما، ماشي هو هذا الموضوع. انا ما كنعرفش في السينما، كنمشي نتفرج وعي كنشوف وكنرجع بحالي، ما كنفهم السينما. انا عندي 61 سنه، من الصغر ديالي ملي كانت عندي ما عرف 6 سنين 7 سنين كنمشي مع والديا للسينما. غنفترضوا بانني ملي كنمشي للسينما كنكون غير جالس كنتفرج بحال واحد الحجره واحد الجماد، وما كنفهمش في السينما وكنخرج وما عنديش ذوق، ما عنديش خلفيه، ما قريتش. هاد الشهادات ديال في علوم الاعلام والتواصل يعني انها ما كتاهلنيش انني نفهم وما كنعرفش امي مزيان، ما عنديش مشكل. ولكن فين عندي المشكل؟ عندي المشكل هو انك انت دابا في القمه ديال الاحساس ديالك بالانتصار وبالفرح، لان على حسب الى حللنا النبره الصوتيه ديالك من خلال هذا الاوديو كنلقاوك بانك فرحان وباغي تشكر الناس اللي كيتبعوك، ما عرف شحال عندك من مليون ديال المشاهده. يعني في هذه القمه ديال لوفوري اللي انت عايشها، فبغيتي تزطم على كلشي، بغيتي تزطم عليا حتى انا دابا زعما بكل سهوله، تهمني بانني جاهل وما كنعرفش، وبغيت تخرج عينك عليا وتبنضض عليا، بغيت زعما تاكلني وديري في كلشي وغتخوفني وغتخلعني وداك الشيء. سي سعيد الله يخليك، انا ما نقولكش انا ولد الشعب، هاد الكلمه ديال ولد الشعب ما بقاش ولات متجاوزه، فهمتي؟ انا واحد الانسان مواطن مغربي عادي، كنمارس الكينونه ديالي داخل البلاد من خلال ممارسه اشياء اللي كنبغي. انا بغيت انني نقول للناس اللي كيروجوا بانك انت ممنوع من السينما ومن التلفزيون، بغيت نصلح لهم هذا الغلط، لانني عندي مهمه في حياتي مع راسي. كيبان لي اشياء كتدخل في اطار اخبار كاذبه وزائفه كنتصدى لها. دابا انت كذبتي عليا، قلتي لي بانني انا كذبت عليك بانك انت خديتي 470 او 475 او ما عرف شحال، كذبتي عليك. انا ما قلتش هادشي،
ما غنطلبش منك تعتذر، حيت انا ما كنبغي لك غير الخير. المهم دير السينما ربح. انا كنعتبرك تاجر تمارس تجاره، من حقك كتعمل واحد التجاره في واحد المجال ديال السينما. بالنسبه للمجال ديال الابداع وديال الفن عنده شروط، وبالنسبه لي انا الانسان المبدع كنعتبره قبل ما يكون مبدع كيكون عنده اخلاق، واخلاق ساميه وراقيه. انه ما كيكونش مثلا كيسرق، ما كيكونش كياخذ الاموال ديال عباد الله، ما كيكونش مثلا كياخذ الافكار ديال عباد الله، كيكون انسان ما كينفعلش بكل سهوله ونوض يغوات ويبقى يدابز. كيكون عنده واحد اخلاق متميزه، لان الفنان كيكون متميز، كيكون عنده ديك الروح ديال التامل والروح ديال التروي وديال المساءله، ويطرح 30,000 سؤال عادي يمكن يبادر بالفعل. هذا هو اللي بالنسبه لي فنان. المهم انا كما انت كتعتبرني بانني انا جاهل ما كنعرفش، من حقك ما غنعتبرهاش سب، واخا هي تجاوزا يمكن تكون سب، ولكن انا راه في نفس الوقت راه ما كنعتبركش بانك انت فنان. انا كنعتبرك تاجر، وتاجر ماشي سبه، ماشي سب او شتم، انك انت تمارس التجاره من خلال السينما والتلفزيون. لأنه إن أردنا أن نقوم بتقييم حقيقي لأعمالك الفنية فإنه لا يمكننا أن نعتبرها ذات جودة وذات قيمة هي إن توفرت فيها عناصر الأصالة، يعني تكون أوريجينال، وتكون فيها جانب الإبهار وخلق الدهشة، وتعطي المتلقي لحظة ديال التأمل فيما يرى، وأن يطرح السؤال على نفسه، وأن يتعمق ويقول ما هذه الأشياء التي أرى، ويحاول أن يقرأها ويقرأها عدة مرات كي يستمتع بها أو يخرج بخلاصات مما شاهد. الأعمال ديالك لا تتوفر فيها هذه الأشياء، أعمالك تقريرية تجارية، الهدف ديالها هو الإضحاك، والإضحاك يمكننا أن نصل إليه مثلا في جماعة الفنا، عند المسيح، في مدن أخرى عندهم الناس الكوميديين ديالهم اللي كيكونوا في الحلاقي ويضحكوا. إذا ما كنعتبرش أنا هذا لا يعني أن الحلاقي ماشي فنان، كاين الحلاقية فنانين، وإنما قلت لك بأن يعني الأمر الذي يمكن أن يحز في النفس هو أنك ربما أنت بغيتي تلغيني، كتقول بي أنا لست ناقدا، أنا لست ناقدا، لأن الناقد بالنسبة لي ماشي مهنة. البطاقة الوطنية ديال أي واحد اللي كيسميوه ناقد ما كايناش فيها البطاقة ديالو ديال الهوية فيها المهنة ناقد، فهي غير تجاوزا كيسميوهاك ناقد. ناقد ليست مهنة، أنا عندي مهنة ديالي، وظيفة كنمارسها في الحياة ديالي الاجتماعية. أنا ماشي ناقد، أنا إنسان مواطن عادي. شفت الناس كيكتبوا، نط شدرت قلت أرى نصحح ما يكتبون. بالنسبة ليك كتقول بأنني أنا ما كنفهمش في السينما، فأنا غادي نتقبل من عندك هذه وجهة نظر ديالك، علما أنك أنت ماشي صاحبي، ما عمرك ناقشتي معايا، ما عمرنا جلسنا مع بعضياتنا. اللهم كانت عندنا لقاءات سريعة في المهرجان ديال مراكش، كنت كنهضر معاك، كنتكلم معاك منين كنت كنمارس العمل الصحفي مع جريدة الأحداث المغربية، وكنقوم بالتغطية. كانت عندي معاك شي لقاءات بسيطة خفيفة. ما كتعرفنيش، ما كتعرفنيش شكون أنا، ما كتعرفش الخلفية الثقافية ديالي، ما عمرك ناقشتي معايا، وكتهمني بأنني أنا جاهل ما كنعرفش. ولذلك فأنا غادي نتجاوز هاد الأوصاف اللي وصفتيني بهم، ونقول لك السي سعيد الناصري الله يهديك، أنا ما غاديش نتراجع على الكلام اللي قلت واللي كتبت. أنت تاجر تمارس ماذا؟ تمارس عملا تجاريا، وتريد أن تضفي عليه صبغة الفن. ولكن المفهوم ديالي للفن أنا يختلف
عن ما تعتقده انت فنان. هذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى ان هذا الشيء اللي قلت في هذا الفيديو انه يوصلك. وكنتظر السي فؤاد السويبه بحكم العلاقه ديال الصداقه، وانا احترم جدا السي فؤاد السويبه، وكنعترف بالقدرات ديالو العلميه، ورجل طيب، انه كما وصل لي هذاك الاوديو ديالك يوصل لك هذا الفيديو ديالي، وهذا ما كان.